بتتعصب من أتفه سبب، بتحس إنك على وشك الانفجار بسبب موقف عادي جدا. ده مش لأنك شخص سيء، ده لأن جهاز الإنذار الداخلي عندك بقى حساس زيادة عن اللزوم. علمياً نوبة الغضب بتحصل لما اللوزة الدماغية أو الأميجدلا، وهي الجزء المسؤول عن الإحساس بالخطر، تنشط فجأة، والبريفرونتال كورتكس أو الفص المخ الأمامي صوته يضعف. يعني جسمك بيفهم الموقف البسيط إنه تهديد، فتلاقي قلبك بيدق بسرعة وصوتك بيعلى ومخك بيدوس بنزين قبل ما يفكر. المشكلة إن ناس كتير فاكرة إن دي صفة شخصية فيها، لكن الحقيقة إنها نمط عصبي بيتكون مع السنين. طيب نحلها إزاي؟ العلم بيقول إن في 3 مفاتيح. 1. ملاحظة بداية النوبة قبل ما تكبر، إنك تتعرف على العلامات المبكرة، شد في العضلات، سخونة في الجسم، تسارع في ضربات القلب، وتفكير متسارع. 2. تهدئة الجهاز العصبي، تقنيات التنفس العميق والجراوندنج أو التقريض، شرحناه قبل كده. تشتيت الانتباه عن سبب الغضب أو تغيير المكان أو غسيل الوجه بماء بارد أو الوضوء. الحاجات دي بتهدي الأميجدالا وتخلي السيطرة ترجع للمخ الواعي. 3. العلاج المعرفي السلوكي لو كانت النوبات متكررة وشديدة. في الجلسات بنشتغل على جذور الغضب وتنظيم المشاعر وبناء استجابات جديدة بدل الانفجار. ومهم جدا نستبعد أي اضطرابات نفسية تكون هي سبب نوبات الغضب المتكرر. نوبة الغضب مش دليل إنك سيء ولا ضعيف، هي علامة إن جهازك العصبي محتاج تدريب، ومع العلاج الصح بتهدى وتقدر تتحكم بدل الغضب ما هو اللي يتحكم. لو أنت أو حد عزيز عليك عنده مشكلة مع الغضب المتكرر، اطمن واعرف إن الحل موجود.